احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه يا رب. تعالوا بينا النهارده نصلي على حبيبنا النبي واقول لك فكره حلوه قوي للكبده، وكمان نعمل الغدا النهارده مع بعض. اول حاجه عايزه اقولها لك، لما تكوني بتجيبي كبده وعايزه تعمليها عصافيري هاتيها انشن زي ما انت شايفه كده، هتجيبيها شرايح وانت هتبداي تقطعيها في البيت زي ما انت عايزه. تخليها بقى ايه، حتت صغيره قوي، وهتديكي نتيجه هايله في الكبده العصافيري زي دي كده بالظبط. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده ربع كيلو كبده بس. بصوا ما انا قطعتها بطريقه عملت ازاي، لكن الراجل دايما بيقطعها تخينه. هنا بقى عملت ايه، مسكتها غسلتها طبعا، وهعصر عليها نص ليمونه وانقعها فيها شويه. تمام، عشان طبعا اعملها على الغدا. بعصر ليمونه، بعصر ليمونتين. انا بحب بصراحه ان انا اسيبها يعني كام دقيقه كده منقوعين في الليمون. هنا بقى خلاص كنت غسلتها، وكمان فصصت التوم، وكمان قطعت الايه الفلفل، وطبعا دقيت التوم. هنا بقى جبت عندي الصينيه ونزلت بالكبده بتاعتي طبعا بعد ما صفيتها كويس، وببدا اوطي عليها النار عشان ينزل اي سوائل منها، عشان تستوي من خلال السوائل بتاعتها، عشان انا ما بزودش للكبده بتاعتي ميه خالص. هنا بقى كانت خلاص دخلت ايه على سوا، هبدأ اعمل ايه، هسمي بسم الله كده وانزل بالفلفل، وبعد كده هديهم تقريبا من بعض، بعد كده هنزل بالثوم. وبحب الثوم بتاعها كتير جدا، وده دايما اللي بيميز الكبده بتاعتي. وكمان هحط لها شويه ايه، حوالي ربع كوبايه زيت كده. عايز تعمليها بالسمنه براحتك، بس انا بصراحه بحب اعملها بالزيت. وهنا طبعا فلفل وكمون وملح وشطه. وكمان بقى اللي هيخلي بص ريحتها تجيب كده من على اخر الشارع، من على اخر الشارع الخل. بحب دايما احط على الكبده بتاعتي خل، وهي داخله على السوا. قبل ما اطفي عليها كده بدقيقتين بحب احط لها شويه خل كده حلوين. مش قادره اقولك بيغير الكبده ازاي. طبعا للاحلى، للاحلى كتير كتير. بس كده. وهنا بقى عبال ما سبتها وطيت عليها النار شويه، كنت طبعا هقلي فلفل، وكمان قشرت بطاطس عشان احمرها. وحمرت خلاص البطاطس، وقليت كام واحدة فلفل كده. وكان عندي كوباية، بقيت كوباية طحينة في التلاجة طلعتها. وادي الكبدة، تعالوا اتفضلوا معايا. وكمان جبت رغيف فين واحد بس، عملتها جنبه كده، والباقي هناكله بالعيش. تعالوا اتفضلوا معايا شوية الكبدة اللي زي العسل دول. عايزة اقول لك حتة التكة بتاعت الخل